كان بين أسرع العدائين هنا محققا رقما وقدره 11 ثانية. لنستمع الآن لرأيه في المسابقة الأولى. يعد سباق 100 متر أول مسابقات العشار، لذلك من المهم أن نحظى ببداية قوية وأن ندشن مشاركتنا في العشار كما يجب وبأكبر قدر ممكن من النقاط. يساعدنا هذا السباق في الاستعداد لما هو قادم، فهو المسابقة الأكثر قوة من بين جميع المسابقات. كيف تستعد لهذا السباق؟ هل لك أن تقدم لنا صورة كاملة عن الاستعداد وحتى خط النهاية؟ تعد وضعية الاستعداد على قاعدة الارتكاز لسباق 100 متر سهلة للغاية، فكل ما تريده هو أن تكون قدماك بعيدتان عن الخط بمقدار قدمين للأمامية و3 أقدام للثانية، فهذا يمنحك قوة وتوازنا أكبر على المضمار، ويجب أن يكون كتفاك فوق يدك، ثم تقوم حينها برفع جسدك إلى الأعلى حتى تشعر بضغط خفيف على قاعدة الارتكاز، وبذلك تكون مستعدا للانطلاق. من المهم أن تبدأ السباق بقوة وأن تكون ردة فعلك على صوت المسدس سريعة وقوية، ومن أجل أفضل انطلاق من نقطة الارتكاز فأنت بحاجة حقا لحركة ذراعين طويلة وقوية، لأن الذراعين يتحكمان في حركة القدمين وتعمل كل العناصر كوحدة واحدة، فحركة الذراعين القوية تساهم في خلق حركة ساقين قوية، لذلك ما تحتاج في مرحلة الانطلاق هي حركة الذراعين القوية والطويلة، وعندما تصل سرعتك القصوى ستصبح هذه الحركة أضيق وأكثر سرعة. وعلاوة على ذلك قدم لنا بين نصيحة أخرى للوصول بأدائنا لأفضل مستوى ممكن. يعد سباق 100 متر سباقا قويا جدا وتستنفد فيه الكثير من الطاقة، لكنك تحتاج إلى أدائه بطريقة تشعرك في الوقت ذاته بالراحة. أعرف أنه من الصعب أن تفهم كيف لك أن تحاول الركض بأقصى سرعة ممكنة وبأكثر طريقة مريحة في الوقت ذاته. وها قد حصلتم على المعلومات الكافية، وبعد أن أخذكم بهم في رحلة عبر سباق 100 متر نتمنى أن تساعد هذه النصائح أي عداء طموح.